الرقصات تنوعت من بلد لآخر، فمن الفلكلور العراقي إلى العراضة الشامية والتي جسدت التراث الشامي العتيق، حيث تجمع الكثير من العادات القديمة والتقاليد، سواء الأمثال القديمة التي بدأت تندثر أو الأغاني القديمة بعدما أصبحت اليوم مقتصرة على فرق العراضة فقط. الأجنحة المشاركة ضمت مفردات وجوانب من الثقافات والرموز الوطنية لكل جالية من الجاليات العربية والأجنبية التي تمثل أهم إنجازات وأحداث هذه الأوطان الوطنية والثقافية والرياضية وغيرها، بالإضافة إلى مجسمات وصور لكثير من الأماكن الأثرية والتراثية، فضلا عن الفلكلور الذي تتميز به كل جالية والأزياء والمأكولات الشعبية. بعصمه ايد